فجر الناقد الرياضي الجزائري حسين جناد فضائح مدوية في وجه مسؤول الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد لفاف أمر على إثرها السلطات العليا للبلاد بضرورة فتح تحقيق قضائي من أجل الوقوف مصير ملايير الدولارات التي اختفت في ظروف غامضة. ومن بين جملة الفضائح المدوية التي كشفها جناد، رفض كل الفنادق الجزائرية استقبال بعثة منتخب الرأس الأخضر الذي كانت له أمس الخميس مقابلة ودية مع منتخب الجارة الشرقية، وذلك بسبب الديون الكبيرة المتراكمة في ذمة الفاف، حيث أشار إلى أن الرئيس الجديد وليد صادي تدخل شخصيا من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الفضيحة. كما تطرق جناد لفضيحة أخرى تتعلق بملايين الدولارات التي خصصت لاقتناء الملابس الرياضية للمنتخبات الجزائرية، قبل أن يتفاجأ رئيس الاتحادية الجديد باختفائها أيضا في ظروف غامضة، ما اضطره إلى فتح تحقيق عاجل خلص من خلاله إلى حقائق صادمة جدا.